السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة لمسة بلادي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وان شاء الله يلقاكم الفيديو في احسن الاحوال. عواشركم مبروكه وعيدكم مبارك سعيد، وبكل ما تمنيتوا ان شاء الله بدوام الصحه لكم والاسره ديالكم، وان شاء الله تعيدوا وتعاودوا صيامكم وصيامنا ان شاء الله مقبول باذن الله تعالى، والله يثبت الاجر ويقبل لنا ان شاء الله وليكم. اقترحنا اليوم صراحة اقتراح ديال العيد، كيكات اللي كيجيو لذاذ ساهلين سراع، بخليط واحد ممكن انكم تشكلوا في الكيكات ديالكم الا كنتم من عشاق الكيك. كيجيو خفاف ومهوين من الداخل، وتوجدوهم بسرعة في الصراحة، يعني في اقل من ساعة، حيت خليط واحد توجدوهم ان شاء الله للعيد ان شاء الله. نبداو بسم الله. بالنسبه للخليط كما قلنا خليط واحد، غنتهناو بسرعه غنخدموا الكيكات كاملين. غنحتاجوا 9 ديال البيضات، اذا كانوا صغار، اذا كانوا كبار ف8 البيضات كافيين. هنا خديت 9 ديال البيضات لان الحجم ديال البيض صغير. غنضيف عليهم بالنسبه لكل 3 البيضات غيحتاجوا كاس لاروب ديال السنيده، يعني بالمجموع تقريبا 2 الكيسان ونص. هنايا درت 2 الكيسان بحسب الذوق، كل اللي كيبغي الحلاوه يدير 2 الكيسان ونص. انا فضلت ندير غير 2 كيسان فقط، لانني مازال غنضيف عليهم غنزينهم يعني بالحلاوه، ففضلت ندير 2 كيسان. اللي بغى ياخذ بالقياس ديال الكيكه وحده غيدير كاس لاروب لكل كيكه او كل 3 البيضات. غنضيف عليهم شويه الملحه، كنخلط شويه. بصراحه انا كنخلط الكل في مره واحده. هنا ضفت عليهم 2 الكيسان ديال الزيت، الكاس اللي كنعبروا به هو نفسه كاس ديال العنبه، وغنضيف عليهم 2 الكيسان ديال الحليب، وغنضيف على هذا الخليط 2 ديال الياغورت، 2 العلب ديال الياغورت بالنكهه ديال الفاني، وغنضيف 2 ديال الساشيات ديال الفاني. اللي تيعجبو نكهه الفاني بزاف يحس بها فعلا باينه، يقدر يدير يقدر 3 حتى 4 ديال الفاني. فهنا فقط اكتفيت بديك النكهه الخفيفه، اكتفيت بواحد 2 الساشيات ديال الفاني فقط. نخلط الكل مزيان. هاد الكيكات راه تيوجدوا بسرعه، ممكن تخدموهم بالخلاط الكهربائي، ممكن تخدموهم بالمولينكس، يعني بالعصاره ديال او الطحانه ديال الفواكه، ف بحسب الرغبه. انا كنفضل نخدمهم عادي لانني كنخدمهم بسرعه بالنسبه للطراب اليدوي. هنا من بعد ما خلطتهم فكنضيف الفورس. غربلت القياس ديال 800 غرام حتى ل 900 غرام ديال الفورس وحطيته حدايا، وكنضيف بشويه بشويه حتى نشوف القوام ديال الخليط. هنا نردوا البال، كنخلطوا المره الاولى ولكن نحاولوا نخلطوا مزيان، لانك اذا خلطيت خليطه اللي خفيفه فغتحسي بالعجينه بسرعه او بالخليط دغيا تقال لك، والوقت اللي غتدخلي الكيك ديالك الفران غيهبط لك بسرعه. يعني نخلطوا مزيان باش هكذا يدخل الفورس في العناصر اللي عندنا، ونحصلوا على خليط اللي كيكون متجانس، يعني كلشي داخل بعضياته وفي نفس الوقت يكون خفيف. هنا كيف كتلاحظوا راه الوقت اللي كنضيف الفورس وكنخلط واحد التخليطه خفيفه كيكون الخليط شويه ثقيل كيبان، ولكن فاش كنخلط مزيان كيبدا يخفف ليا الخليط، يعني كنحتاج للفورس. من بعد ما خلطت الخليط مزيان، طبعا الفورس مابقاش كيبان ليا في العجين او في الخليط ديالي، فغنضيف 2 معالق ديال الفورس، وغنضيف عليهم 6 ديال الخمارات ديال الحلوى، يعني 6 ديال الساشيات. خليت الخميره حتى الاخير باش هكذا تفاعل ليا بسرعه الوقت اللي غندخل الكيك للفران. ونعاود نخلط المكونات ديالي، نخلطهم مزيان حتى تنسجم العناصر كامله، حتى ما يبقاش يبان لي اللون الابيض في الخليط ديالي. والوقت اللي كيوجد لي الخليط فكنكون موجده المولات اللي غنحتاج. هنا بالنسبه للمولات، اذا كان عندكم الفرن كبير وعندكم المولات مثلا 3 المولات والقياس اللي بغيتو والشكل اللي بغيتو والسمك بحال فممكن انكم تدخلوهم في مره واحده.
بالنسبه ليا فما عنديش السمك ديال المولات بحال يعني واحد تيكون رقيق يعني بسرعه كيطيب الكيك فيه، وواحد اللي تيكون شويه سميك. ما فمن الاحسن نخلي كل كيكه طيب بوحدها. وبالنسبه للخليط فغنقسمو على 3. انايا عبرت بالاناء اللي كنكون خدامه فيه كيكه اللي كتكون عاديه، وغنوضعو في المول اللي مدهون طبعا بالزبده او بالزيت ومرشوش بالفورس. هذا هو الخليط الاول، وغندخل الكيك ديال الفران طيب. الخليط الثاني فغنعتمد نفس القياس ديال البانيو اللي كنخدم فيه، فكنحبس القياس اللي كنوصل فيه اللي مولفه نوصل ليه في الكيكه العاديه اللي موالفه كنخدمها يعني كيكه واحده ماشي 3 الكيكات. كنوضعو جانبا هاد الكميه الثالثه اللي بقات فغنضيف عليها الكاكاو. بالنسبه للكاكاو هنستخدم 3 الانواع. الكاكاو ديال الحلوى عادي ديال الشكلاط اللي كيكون عادي ديال الساشيات، انا خديت 2 ديال الساشيات، وخديت الكاكاو المر يعني النوع الجيد اللي كيكون اسود، وخديت واحد الكاكاو اللي كنشربوه مع الحليب اللي كيكون المذاق ديالو مميز. حاولت نخلط هاد 3 الانواع ديال الكاكاو لانهم كيعطيونا واحد المذاق اللي مميز. حتى هذاك الكاكاو المر فكيتهرس بالانواع التانيين. كنضيف عليهم الحليب وكنخلط مزيان. الوقت اللي كيتخلط ليا الكاكاو مزيان فكنضيفو على الخليط او الثلث ديال الخليط اللي بقى ليا ونرد البال. فاذا هاد الخليط خفف ليا الكيك ديالي او الخليط ديال الكيك ديالي، نحاول نضيف شويه ديال الفورس حتى نرجعو القوام اللي بغيت. اذا ما خفوش ليا فداكشي اللي بغينا نخليو الخليط كيف ما هو. من بعد ما خلطت مزيان الخليط اللي عندي فلقيت هذاك الكاكاو مع الحليب اللي ضفت خفف ليا شويه الخليط اللي اعتمدت من الاول، فغنضيف واحد المعلقه حتى ل2 معالق ديال الفورس بحسب النوعيه ديالكم او بحسب النوعيه ديال الفورس اللي كتاخذوا واش كيشرب او ما كيشربش، ونخلط مزيان. هنا فاش وصلت للقوام اللي بغيت فغنضيف واحد المعلقه كبيره ديال الشكلاط ديال الدهين، الشكلاط اللي كتفضلوا. من الاحسن تاخذوا واحد الشكلاط اللي كتفضلوه نتوما يعني المذاق ديالو مميز عندكم لانه غيعطينا داك المذاق في الكيكه ديالنا. نخلط مزيان وغناخذ واحد زليفه اللي فيها المكسرات يعني اللي بغيتو، اللوز، الكركاع، الكاوكاو، اللي بغيتو. انا هنا استعملت فقط اللوز وشويه ديال الكركاع محمر ومهرمش، فغنضيفو بحسب الكميه اللي بغيتو ونخلط الكل. هنا المول اللي غنستعمل فهو مول صغر من المولات الاخرين اللي درت فيهم الكيكات الاخرين، فغنقص واحد شويه في الزلافه لانني غنحتاجو في الكيكه الثالثه. غنقص واحد شويه في زلافه واحده اخرى وغنكب الخليط في المول اللي اختاريت، طبعا حتى هو مدهون بالزبده ومرشوش عليه الفورس. والوقت اللي كطيب الكيكه الثانيه لان هذا الكيك ديال الشكلاط ما كياخذش الوقت بزاف فبسرعه كيطيب، حتى هو ندخلو بنفس الطريقه. الفران ما يكونش سخون بزاف هكذا ما يتلهفش ليا الكيك ديالي وما يطلعش. خليه شاعل من التحت حتى طيب الكيكه، ومن بعد نحمرها من الفوق. هنا الكيك ديالي الاولى وجدات، دخلت الكيك الثانيه فهنا وهي سخونه كنتكها بعود ولا بشي حاجه اللي تكون رقيقه، يعني ما نخليوهاش حتى تبرد الكيكه. وكناخذوا هذا الديسير يعني هذا الياغورت اللي تيكون بالكراميل، ما تاخذوش الفلون، تاخذوا هذا الديسير تيكون خفيف شويه هو اللي كندهنوا به. هنا الوقت اللي كتكون الكيكه سخونه فهذاك الياغورت اللي خدينا كندهنوا به تيدوب تيسيح اكثر وكيدخل لينا في الكيك ديالنا. هنا الياغورت راه غير الياغورت ديال درهم ونص، فكنوزعو كامل، كنحاول ندخلو كامل في او كندهن به الكيك ديالي ولو انه كيبدا يسيح لان الكيك سخون، ولكن راه هادوك التقيبات اللي ضغطت عليهم في الكيكه فغيخليوه يدخل حتى لداخل شويه.
وبحال الكيكه غتاخد داك المذاق ديال الكراميل. هنا موجده سواء اللوز سواء الشرائح ديال اللوز ولا كاوكاو على حسب المتوفر محمرين، وغنرشوهم بهم. اذا ما كانش متوفر عندكم هادشي ممكن انكم تكتفيو بالكوك، وحتى الكوك تيجي بنين. غنعتمدوه في الكيك الاخير. هنا الكيك الاخيره فكناخذ الثلث الثاني اللي خليت من الخليط، كندير تقريبا اكثر من نص، كنوضعو كنخلي غير واحد شويه اللي غنديرو من الفوق، وكناخذ ديك الزلافه اللي نقصت من الخليط ديال الشكلاط وكنوضعها فوق من الخليط الابيض. هاد الخليط نحاولوا نوزعوه كامل ونسرحوه بالمعلقه، ومن بعد ناخذ الشكلاط الكحل ونستفوه فوق من الخليط شكلاط المربعات حتى نكملوا الدوره كامله. ومن بعد فغناخذوا الكركاع. بصراحه الكركاع كيجي فيها لذيذ بزاف، وشحال ما كانت الكميه فكان احسن. اذا ما كانش فممكن تاخذوا غير 5 دراهم ديال الكركاع وتديروها فوق من الشكلاط. والوقت اللي كنكمل الكركاع كامل فكناخذ هذيك البقايا او البقيه ديال الخليط اللي بقى لي اللي خليت، وكنوزعو فوق من الشكلاط والكركاع، وكنحاول نغطي بهذاك الخليط. والوقت اللي كنكمل فكندخل الكيك ديالي الفران، طبعا كنشعل عليها من التحت خليها تطلع، ومن بعد نحمرها من الفوق. هنا الوقت اللي كطيب الكيكه الاخيره فالكيكه الثانيه وجدات، غتشوفوها معنا ان شاء الله وهي باقا سخونه. كناخذ عود وتنتكا من الفوق مزيان، وكنكون في هذه اللحظه مذوبه الشكلاط في حمام مريم. علاش حمام مريم؟ ما كنبغيش نضيف ليه لا حليب لا حتى حاجه، حيت بسرعه تيجمد. كيف كتلاحظوا راه الكيك خفيفه بزاف، وهذا الكيك ديال الشكلاط راه بسرعه كيطيب اكثر من الكيك الاخرين. هنا الشكلاط دوبته حمام مريم، ما كنخليهش يذوب كامل حتى نحيدو من الكاسرونه، وكنبقى نحرك فيه حتى تيذوبوا دوك الطريفات اللي بقاو، باش هكذا ما يحيدش لينا او ما تمشيش ليه ديك اللمعه ديالو. وكنسرحوا الشكلاط على الكيك ديالنا كامله من الوسط من الجوانب حتى تنساليو الكميه ديال الشكلاط اللي عندنا. ومن بعد فكنرشوها باللوز اللي يكون مسلوق، محيدين ليه القشره ومحمرينو ومهرمشينو، ونخليوه حتى داك الشكلاط يجمد، وندوزو نقدموها في الاناء ديال التقديم. ومن بعد فطابت لينا هنا الكيكه الثالثه، يعني الشكلاط خرج من الفوق، كنقلبوها كيف كتلاحظوا التحميره اللي جات فيها. بالنسبه لهذا الكيك فعادي غناخذ فقط الكونفيتير اللي متوفر عندكم اللي كتبغيو، سواء ديال الحلوى سواء اللي كتناولوه، وغدهنوا الكيكه من الفوق بالكونفيتير، وغترشوا عليها الكوك او اللوز او على حسب المتوفر اللي عندكم. وبما انني انا درت في الاول اللوز وفي التالي فحاولت ناخذ غير الكوك، ونقدموهم بالصحه والراحه. هادو هما لي كيك ديالي الاولى والثانيه والثالثه، فساهلين يعني بخليط واحد ولكن تيجيو لذاذ بزاف. كنتمنى فعلا تجربوهم، وعيدكم مبارك سعيد، وان شاء الله بكل متمنيات. اللي عنده شي امنيه في الخير ليه او لغيره ان شاء الله تحقق ليه. وشكرا جزيلا على الدعم ديالكم. دمتم في رعايه الله، عيدكم مبارك سعيد، وكل عام وانتم بألف خير.